الجينات او ما يعرف بالسوماتوتايبس، وهي الانماط الجسديه. خلينا نعرف في الفيديو ده ايه علاقه تدخل الجينات في طريقه تمرينك وطبيعه اكلك. تابع الفيديو. الجينات عندنا اكتو، ميزو، اندومورف. كل واحد من دول له صفات وله شكل وله كيفيه في التمرين والاكل. الاكتومورف وهو الجسم النحيف، وهو الشخص اللي بيكون الكتاف عنده بتكون ضيقه، صد مسطح، تحس ان هو فلات، ايدين ورجلين بيبقوا طوال، دهون الجسم بتكون قليله. من ناحيه الصفات الجسم ده بيكون معدل الحرق عنده عالي جدا، صعب في زياده الوزن وصعب في اكتساب العضلات. طبعا بيحتاج ياكل كتير جدا عشان يزيد وزن. الافضل ليه برنامج تضخيم ورفع اوزان يعتمد على سعرات عاليه، معدل سعرات عالي، وكارديو قليل. النوع الثاني وهو الميزومورف، او ممكن نقول عليه الشخص المحظوظ بالفطره، واللي بيكون شكل جسم عضلي طبيعي، كتاف عريضه، خص صغير، جسم على شكل الفي. نسبه الدهون في الجسم ده بتكون معتدله. صفات الجسم ده سهوله في بناء العضلات وفقدان الدهون، استجابه سريعه للتمارين، افضل نوع جسم رياضي طبيعي. من ناحيه التمارين والكارديو يفضل نظام غذائي معتدل بين البروتين والكربوهيدرات. اما بالنسبه للتمرين نظام معتدل ما بين الريزيستنس او تمرين المقاومه والكارديو. النوع الثالث وهو الاندومورف، الجسم الممتلئ، وشكل الجسم ده هو الجسم الدائري الممتلئ، اكتاف عريضه بس للاسف ببروز في البطن، ارجل ودراعات قويه ولكن قصيره. نسبه الدهون في الجسم ده بتكون عاليه. طبعا صفات الجينات دي ان هو بيكون سهل في زياده الوزن، سهل في اكتساب العضلات، ولكن معدل الحرق بتاعه بيكون بطيء وصعب في خساره الوزن. الافضل جينات دي او النمط الجسدي ده ان يعتمد على تمارين اكثرها بيكون على الكارديو وحرق الدهون، تمارين قومه للحفاظ على العضلات، نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. يا ترى انت جسمك انهي نوع فيهم؟ قول لي في الكومنت.